كاملين. مدرسة فطرة هي مدرسة اللي كنعتبروها بيت ثاني لوليداتنا. أنا عندي جوج د الوليدات هنايا. المشكل من هذه المدرسة كل خير، تجربة بيداغوجية ناجحة، وليدات مؤدبين كيقراو برامج منهجية مغربية لا زيادة ولا نقصان، وحنا مرتاحين معهم، مرتاحين مع السير ديال المدرسة، الأمور الحمد لله كلها مزيانة. إذ بنا نفاجأ بين ليلة وضحاها بإشاعة عن قرار صادر باستدعاء بطرق غير رسمية وبطرق ملتوية الآباء التلاميذ للنيابة باش يقولوا أن المدرسة غتغلق الأبواب ديالها في ظرف يومين. واش يعقل ان مدرسه كتغلق الابواب ديالها في يوم؟ مدرسه فيها 217 تلميذ، فيها 217 عائله، كنعتبرها هذه ماساه. انا كنعتبرها هذه كارثه انك غتشرد هاد الاطفال. واش فكروا في النفسيه ديال الاطفال؟ انا ولدي باش تاقلم مع المدرسه استغرق واحد المده، واش الواقع النفسي ديالو كيعيقون؟ ما نهضروش على الجوانب الماديه، كاين الاخوان هنايا اللي مخلص معنا العام، كاين اللي مخلص 6 شهور، كاين اللي عنده 3 د العوالي ويخلص عام وحسبها شحال كتجيك، راه غير هاد الفلوس. هذا الجانب المادي. نجيو للجانب المعنوي، الجانب المعنوي والنفسي. الاباء انا بالمهنه ديالي متاثر بهذه 3 ايام، ما كنقدر نخدم، ما كنقدر نعمل حتى شي حاجه، البيت ديالي متاثر، وكنظن الاخوان كاملين على الحاله ديالهم. واللي كاين كيقول لي لا انا مزيان، ما كنقدروا ناكلوا في خطرنا، ما كنقدروا نعسوا في خطرنا، ولادنا مرعوبين، ولادنا كيبكي. يقول لك حنا عندنا اصدقاء ديالنا، حنا حاليا ما كيقراوش دابا حاليا تحت ايقاف التنفيذ، مع ايقاف التنفيذ ما عارفينش المسار اللي هو البرنامج اللي كتدخل به المدرسه مبلوكي، اذا كيقراو مع ايقاف التنفيذ. كنأكد عليها. اذا حنا كنناشدوا السلطات بأي أنواعها، الولاية، النيابة، الأكاديمية، الوزير، جلالة الملك، خاصة أننا لمسنا في الخطاب الأخير جلالة الملك إرادة قوية للتغيير. فإذ بنا نفاجأ أن الإدارة ما زالت تتعامل بنفس التعامل ديالها، تعامل بيروقراطي، أوراق نمضي عليها، لا نفكر في الناس شنو يوقع لهم، لا نفكر في التبعية ديال القرار، لا نفكر. هذا تشريد أنا كنعتبره. النيابة صيفطتكم يعني استمارات قالتكم؟ لا أخي، أنا نوضح لك الحيثيات كي كان ذاك الأمر. هذاك الامر كان استدعاء كما قلت لك. اغلبيه ديال الاخوان عيطوا لهم عبر الهواتف النقاله، وباش عيطوا لهم بهواتف نقاله اشخاص لا نعرفها 8 ساعه ما بين الواحدة ونص والجوج ونص باش يقولوا لنا جوج في 3. لا ونص الليل. لا مزيان. مجموعه من 1:30 كنأكد عليها، 1:30 وجوج ونص بعد الزوال باش نحضروا في الثالثه بعد الزوال. والاغلبيه ديال الاباء ما تعلموش. اذا مشينا واحد العدد اللي حضرنا، دخلنا بقينا كنستناو، القاعه ما كانتش كافيانا كاملين، دونك كانت واحد الحاله الازدحام وحاله الاكتظاظ. جينا يملى علينا قرار المدرسه ستغلق. ونقترح عليكم انكم هالسماره عمروها. اول حاجه بداو بمدارس عموميه، هذه مهمه. احنا ما عندنا حتى حاجه ضد المدارس العموميه، ولكن ما دمنا حنا اخترنا هذه حريه شخصيه، هذا خيار، اذا نحترم الخيار ديالك. ملي شافونا مدارس عموميه هذا قال لك هالسماره عمرو اي مدرسه بغيتو، حنا مستعدين نسجل لكم ولادكم. واش الطاقه الاستيعابيه؟ وهضروا لنا على مشكل الطاقه الاستيعابيه، من نمشيو حنا لمدارس اخرى ما نخلقوا شي مشاكل في الطاقه الاستيعابيه. اذا اخي حنا عندنا 17 طفل في القسم، مدارس اخرى وصلت ليزيكول بريفي عندك 34 فيها 34 في لاكلاس. من فضلك ما تقولش اسماء. اذا خليني نكمل. اذا كنرجع مره اخرى كناشد السلطات بجميع وين نظروا لهذا المأساة، ونظروا لهذه الوضعيه، هذا الاباء هادو، وين نظروا لهذا الامهات هادو، وهذه العائلات اللي هنايا، اطر تربويه، اطر مدرسيه اللي عاد تشرد، عاد تصبح ملي عاد تسد المدرسه عاطله، اطر تعين العائلات ديالها. اذا كناشدوا هاد السلطات يتدخلوا باش يوقفوا هذه المهزله، هذه المأساة، لان الرواتب ديالها والنتائج ديالها عاد تكون وخيمه. هادشي اللي كنقول. كناشدوا وزير التربيه الوطنيه، كناشدوا جلاله الملك في شخصه، وخاصه حنا كنتوسموا الخير فيه بعد الخطاب اللي خطب، لان باغي نلمسنا التغيير، وان شاء الله غيكون التغيير. والسلام عليكم.